الجبال من أروع وأجمل المخلوقات على أرض الله الخضراء. هناك العديد من الإشارات في القرآن الكريم التي تؤكد عظمة هذه الكتل العملاقة التي تهيمن على سطح الأرض. ومع ذلك داخل هذه الجبال تعيش جماعة فريدة من نوعها، الأمازيغ في جبال الأطلس. كانت هذه جماعة مسلمة لدي الكثير لأتعلمه منها. هكذا تبدو الحياة في الجبال. كان لا بد لي من لقائهم. لقد جئنا إلى بعض من أعلى قمم جبال المغرب للقاء المجتمع الأمازيغي المسلم. مسلمون يعيشون في هذه الجبال منذ مئات السنين محافظين على الإسلام. هذه رحلتي إلى قلب جبال الأطلس للقاء بعض من أروع القرى التي تعيش في أعالي الأرض، مسلمو الجبال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مشاهدين قناة المغرب بعيون الأجانب. أصدقائي، كما شفتوا معنا في البداية ديال الفيديو، فيديو رائع وجميل جدا. صوروا هذا الأسترالي هذا اللي جاي من أستراليا، اللي هو كينضم لهذه القناة هذه اللي هي قناة كما كتشوفوا معنا المتابعين ديالها 1,091,091 ألف مشترك. قناة هي متخصصة شبكة وان باث، ملتزمة بنشر رسالة الإسلام بتميز نتيجة فيديوهات وكذا كذا. الحصيل من الأخر قناة متخصصة في النشر الدعوة والإسلام واكتشاف الإسلام والمسلمين في جميع بقاع العالم، خاصة في المناطق النائية والمناطق البعيدة. هذا الشخص هذا بالضبط جاء المغرب ودار واحد الحلقة، واحد الوثائقي واعر بطبيعة الحال بالتعاون مع المغاربة. وثائقي واعر صوروه مغربي بالدرون. وكما وعدتكم في الحلقات السابقه، بعض المتابعين طلبوا مني بانني الفيديوهات اللي كنجيبهم كيكونوا مترجمين بالكتابه، فكتكون الكتابه ما كيشوفوهاش مزيان، كاين اللي عنده نظر قليل، وكاين كذلك اللي كيبغي يركز مع الفيديو اللذه ديال الفيديو بلا ما يفقد التوازن ديالو ولا التركيز ديالو في القرايه. فانا درت لكم الدبلجه لهذا الفيديو، كنطلب منكم الدعم وتدعموني، ولا عجبكم هذا المحتوى بالضبط دعموني باش نزيد نكمل بحالو. ففي الحقيقه راه ضربت معاه تماره بزاف باش قدرت ندبلج كل كلمه كيقولها هذا السيد هذا في الفيديو بلا ما نخرج على الموضوع، وفي نفس الوقت مع الابقاء على الصوت الاصلي ديال الفيديو باش ما يفقدش الفيديو هذاك اللذه ديال الوثائقيات ديالو. اصدقائي، بلا ما نطول عليكم، الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بجي مشترك، وغادي نخليكم مع الفيديو بلا ما نقاطعكم، وغادي نكون يعني التصويره ديال بجنب الفيديو نظرا باش ما نتلقاش حقوق طبع ونشر. وعلى بركه الله، وخلينا نشوف الفيديو. وكما العاده لايك وتعليق، واعطونا رايكم في التعليقات على الخدمه اللي درناها في هذا الفيديو، وعلى بركه الله. استمتع بالفيديو الآن. كنت متحمسا لمقابلة الأمازيغ المسلمين في جبال الأطلس، ولكن كانت هناك مشكلة واحدة. لم أتمكن من العثور على شخص يأخذني إلى هناك. بعد زلزال 2023 شددت الحكومة القيود على التصوير في المغرب، وكان من الصعب جدا محاولة دخول هذه القرى لالتقاط قصصهم. ثم كانت هناك عقبة اللغة، فعلى عكس الاعتقاد الشائع فإن معظم المغاربة في الجبال لا يتحدثون العربية بل يتحدثون الأمازيغية، ولم أكن أفهم كلمة واحدة. تبين أن العربية التي أعرفها ربما لن تفيدني، ولكن على أي حال تركت كل هذا خلفي وانطلقت إلى مراكش. كانت مراكش البوابة إلى جبال الأطلس، وهنا كان لابد لرحلتنا أن تبدأ. تحت ظل مئذنة جامع الكتبية الشاهقة، أعلى معلم في المدينة، تذكرنا سريعا بالتاريخ الإسلامي العريق الذي يحمله هذا البلد. فقد شهد المغرب صعود وسقوط العديد من سلالات الإسلامية، والدين الإسلامي هنا منذ بداياته المبكرة. لأكثر من 1000 عام حمل الإسلام على أكتاف السكان الأصليين للمغرب، الأمازيغ المعروفين أيضا بالبربر. بعد بحث محموم عن شخص يمكنه مساعدتي في لقاء الأمازيغ، وجدت هذا الرجل دحمد، صانع محتوى أمازيغي مشهور يعشق شعبه وثقافته بشغف. قال لي: هذه حقيبة أمازيغية، وهذه أحذية أمازيغية تدعى إدوكان. مراكش تعرف باسم المدينة الحمراء بسبب اللون المستخدم في طلاء المنازل والمباني فيها، وهناك قوانين تمنع المباني
من تجاوز ارتفاع معين حتى لا تحجب الرؤية الجميلة لجبال الأطلس العالية. لقد عاش الأمازيغ في جبال الأطلس لقرون عديدة، حيث كانت الجبال موقعاً استراتيجياً عسكرياً في أوقات الحروب. العديد منهم اختاروا العيش في الجبال لأنها كانت أكثر أماناً وحماية لهم من أعدائهم. إذا قضيت يوماً واحداً مع الأمازيغ في جبال الأطلس العالية، ستلاحظ الكثير من الأشياء: نمط حياتهم، اختياراتهم، طريقة تعاملهم مع بعضهم البعض، كيف يقضون أيامهم، والأهم من ذلك علاقتهم بالطبيعة وبالله. اعتنق الأمازيغ الإسلام في الغالب خلال عهد إدريس الأول، وهو من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنذ ذلك الحين حملوا الدين الإسلامي. كنت بحاجة لمعرفة السر وراء استمرار الإسلام في هذه الجبال لقرون طويلة. قال لي دحمد: الأمازيغ معروفون بأنه عندما عرض عليهم الإسلام لم يترددوا في قبوله، ولهذا عندما أذهب إلى الطبيعة أرى فيها وجه الله. عندما أنظر إلى الجبال أقول سبحان الله، هذا يحيي الروح بداخلي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بعد مشاهدة فيديو مذهل عن الجبال، اقتنعت أن هناك شيئاً روحانياً في هذه الأماكن، فاستعنت بمصور درون محلي وانطلقت لرؤية الجبال بنفسي، ليس فقط لمشاهدة الحياة فوق السحب، ولكن الأهم من ذلك لمقابلة الأشخاص الذين يعتبرون هذه الجبال العملاقة موطناً لهم. أنا هنا مع أخي رؤي، إنه مشغل طائرات بدون طيار يعيش في الجبال. إنه يعيش في واحدة من أعلى القرى في الجبال، أوريكا. لا يوجد هناك ضجيج، لا ضجيج سيارات ولا أي شيء. أنت والطبيعة والجبال وصوت الطيور فقط. الله. حينما تكون فوق الجبال تلاحظ أن هذه الدنيا لا تستحق كل ذلك الاهتمام وذلك الضجيج الذي نعيشه في المدينة. وحين تكون في الجبال ترى بالعين المجردة، ترى أن العالم صغير جدا ولا يستحق هذه كل هذا الضجيج الذي يحوم حوله. كانت هذه أسرار رجل من الجبال، ولكن بقدر ما كانت هذه الجبال مهيبة اكتشفنا قريبا مدى قسوتها. لقد وصلنا للتو إلى قرية تدعى تحان نورث بجوار مدينة قديمة جميلة تسمى مدينة سور. قرية سور للأسف تعرضت هذه القرية لزلزال، مما تسبب في أضرار جسيمة للعديد من المباني. إنه لأمر محزن جدا رؤية التحديات التي تواجهها هذه المجتمعات النائية في قمم جبال الأطلس. يمكن أن تكون الزلازل قاتلة لأولئك الذين يعيشون هنا، والسكان يعرفون ذلك جيدا. إنه التناقض في العيش في الجبال، والمكان الذي كنا في طريقنا إليه عانى بقدر ما عانت هذه القرى. كانت هذه بمثابة تحذير لطيف وسط المناظر الطبيعية الخلابة التي أحاطت بنا. المنطقة التي نحن فيها الآن تسمى مولاي إبراهيم، وهي تقع في جبال الأطلس العليا. وإذا كنت تريد رؤية شيء مذهل فقط انظر إلى هناك، يوجد مسجد على قمة الجبل. إنه شيء لا يصدق. هذا النهر هنا يحمل مياه عذبة تنحدر من أعلى قمة في شمال إفريقيا، جبل توبقال. يقع جبل توبقال في قمة جبال الأطلس، ويبلغ ارتفاعه الشاهق 4167 متراً، مما يجعله يهيمن على جميع الجبال في المنطقة والقرى. من الواضح أنني لست من أهل الجبال. هذا المكان مرعب جدا، لكنه مخيف بطريقة مدهشة. لكن انظروا إلى أخينا هناك محمد رؤي مشغل الطائرة بدون طيار. هذا الرجل لا يخاف شيئا سوى الله. انظروا إليه فقط، لا أعلم ماذا يفعل. بالنسبة لشخص يخاف المرتفعات كان هذا المكان بالتأكيد خارج منطقة راحتي، لكن بالتأكيد التغلب على مخاوفي كان مجرد واحدة من الدروس التي سأحملها معي عند عودتي إلى أستراليا. لذلك واصلنا صعودنا نحو القرية.
وعندما رأيت المكان انبهرت تماما. إنه إبداع مذهل من صنع الله. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. كان الأمر مدهشا ساحرا وكأنه شيء من كتاب سور. برفقة مرشدنا المحلي يوسف شققنا طريقنا إلى داخل القرية. رأينا الناس يمارسون حياتهم اليومية البسيطة. رأيت شخصا يحمل حمولة ثقيلة على ظهره وهو يعبر النهر في الأسفل. هؤلاء أناس بسيطون متواضعون جعلوا من هذا المكان موطنا لهم. العمل الجاد، العيش البسيط، ويمكنك أن تشعر بالسلام من مسافة بعيدة. يوسف أخبرنا أن السكان هنا هم الأمازيغ، السكان الأصليون للمغرب. عندما دخل العرب المغرب وجلبوا الإسلام، قبل هؤلاء الناس الإسلام عن طيب خاطر. على الرغم من أن البعض يتحدث عن التفرقة بين العرب والأمازيغ، إلا أن الزلزال ضرب القرى الأمازيغية، ومن جاء لمساعدتنا كانوا عربا. أخذني يوسف لزيارة سيدة محلية تدعى لالا زهرة. نشأت يتيمة في هذه الأراضي، وكانت ستصبح معلمتي لهذا اليوم. تخيل أن يكون هذا هو المنظر الذي تستيقظ عليه كل صباح. يوسف أخبرنا أنه في كل مرة ترى فيها مسجدا فهذا يعني أنك في قرية مختلفة. الآن نحن في قرية واحدة، وهناك قرية أخرى هناك، وواحدة أخرى في ذلك الاتجاه، وهكذا. لكن قبل أن نلتقي بلالا زهرة تعلمنا درسا آخر: كن كريما. المزيد المزيد المزيد. الشاي المغربي لا يكون مميزا دون الكرم. كان هذا واحدا من تقاليد الضيافة المغربية الشهيرة، شاي النعناع. في طريقنا إلى منزل لالا زهرة كان علينا أن نكون حذرين جدا من الطين، فقد كان زلقا للغاية. أضاف ذلك مستوى آخر من الخطورة إلى التضاريس الجبلية الوعرة بالفعل. لكن هذه هي طبيعة الحياة في الجبال. تعرضت القرية لأضرار جسيمة وخسائر بسبب الزلزال الأخير. اليوم لا تزال بعض المنازل تحمل آثار الدمار بينما يتم إعادة بناء أخرى. أخيراً وصلنا إلى المنزل المتواضع للالا زهرة. إذا كنت سأتصور امرأة جبلية فهي بالتأكيد ستكون مثلها، بلمسة إسلامية أصيلة وملصق قرآن من حقبة التسعينيات يزين الحائط. كانت هذه امرأة مرت بمأساة كبيرة، ومع ذلك كانت كرم الضيافة يشع منها بدفء لا يوصف. في غرفتها الصغيرة الوردية شعرت وكأنني أتنفس البركة. قالت لنا: نسأل الله أن يمنحنا المزيد من البركة والرضا. more the barakah and the contentment. يسبح الله. اسمع الساعة من جيت سمس كله الصيف سمس أي ناس سمس اللهم عليك ديالي إن إلا ندرس نكوني يحاوليتني بدرس يسمع إن إلا إسحاق الله صخاطر شكرا لله شكرا ربي يسن أصلي على الزنزان كده تروى ربع عن تروى يوربي
قعدت ندير تنيت ممكن والله لا تاكل الفلوس تبغى ترزق تلخ الفلوس زير أنا شهادني برجع صدر بيس كربي تا يويس اللي كي صدر إلا ما لك إلا صلى عمر مشكلة كانت عيناها تدمعان وهي تعلمني دروسا كنت في أمس الحاجة إليها، ومع ذلك لم أكن أعلم بمن أسأل. سألتها: إذا عرض عليك أحدهم أن تتركي الجبال وتنتقلي إلى المدينة، هل تفضلين العيش في المدينة أم البقاء هنا؟ ابتسمت وأجابت بكل بساطة: الجبال هي حياتي. ثم صعدت إلى سطح منزلها لتعد لنا خبز الطحين الأمازيغي التقليدي، تحنوت، الذي صنعته بيديها بسم الله. دايما بسم الله إلا غيمين يغلانيش بسم الله يغلاني بسم الله إيراني بسم الله دايما كنت لا إلا بسم الله دا القلب دايما القلب كي بعدني خين القلب دايما بسم الله. كانت تجربة دافئة بشكل لا يصدق، لكني كنت لا أزال بحاجة إلى دخول مسجد جبلي. لكن لسوء الحظ كان جميع أئمة القرى مشغولين بحفل زفاف جبلي، ولم نكن مدعوين. لحسن الحظ كان لدى صديقنا الطائرة الدرون فكرة عن المكان الذي يمكننا زيارته في صباح اليوم التالي. إنه الصباح الباكر، ونحن في طريقنا إلى قرية صغيرة تدعى تيزين شيك في أعالي جبال الأطلس للقاء الأطفال في مدرسة قرآنية ومسجد يعمل منذ مئات السنين على إحدى القمم العالية لجبال الأطلس. لننطلق. في رحلتنا اليوم إلى الجبال كان الطريق طويلا ومتعرجا بشكل لا يصدق، وعلى ما يبدو كان مشهورا جدا أيضا. أين نحن بالضبط؟ هذا هو المكان الذي صوروا فيه فيلم Mission Impossible 4. معلومة رائعة، لكن على أي حال قيل لنا إننا سنحتاج إلى سيارة دفع رباعي يوم، رغم أنني لم أكن أعرف السبب حتى حدث هذا. بدأ الطريق يصبح شديد الانحدار بسرعة كبيرة. دخلنا المسار المؤدي إلى القرية، وكان الطريق صعبا جدا لا يصلح لضعاف القلوب. كنا على بعد بوصات قليلة فقط من حافة الهاوية، ولم يكن هناك أي حواجز حماية على هذا الطريق الجبلي الصخري الضيق. شعرت بمعدتي تصعد إلى حلقي، خاصة عندما رأيت هذا الرجل. الله يحفظنا. ألا تشعر بالتوتر وأنت تقود في هذا الطريق؟ لا، هذا سهل جدا بالنسبة لنا، سهل جدا. بصراحة لم يكن لدي أدنى فكرة كيف يصل الناس إلى هذه القرية. أعتقد أنه بمجرد وصولك إلى هناك يجب أن تبقى، لأن النزول ثم العودة مجددا يبدو شبه مستحيل. وبعد رحلة طويلة ومرعبة وصلنا أخيرا إلى القمة. وتبارك الله، هذا المكان كان أشبه بالجنة. كنا قد رتبنا للقاء بعض الأطفال في القرية والإمام، وكنت أصلي في داخلي أن يتمكن السكان الأمازيغ هذه المرة من التحدث بالعربية، حتى أتمكن على الأقل من التواصل معهم بعمق أكبر. والحمد لله كانوا يتحدثونها. هل تعرفون أي شيء عن أستراليا؟ لا شيء. هل رأيتم الكانغورو؟ أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. أنا مسلم. تصلي؟ نعم. الله أكبر. الله أكبر. أنتم تصلون؟ نعم شوية في صلاة الجمعة نصلي.
أين تصلون صلاة الجمعة؟ في المسجد. بعد أن هزمت تماما من قبل أسود الأطلس الصغار في مباراة كرة قدم، كنت في طريقي إلى المسجد. أخذني أطفال القرية إلى المسجد واسمه مسجد خديجة لنستكشفه ونرى كيف يبدو. نعم، عندنا كثير من الناس في أستراليا. في أستراليا في بقر. نعم. كم بعيد المسجد من هنا؟ هذا المسجد؟ السلام عليكم شيخ حسين. كيف الأحوال؟ حسين عمار، إمام مسجد تيزينش، إمام وخطيب. ما شاء الله، إمام والخطيب. إمام وخطيب. كان هذا مسجدا قرويا، كنت لأحب أن يكون مسجدي الخاص، لكن أولا أصر الإمام على أن يرني مدرسته البردانية المتواضعة. هذه نافع برواية ورش عن طريق الأزرق. هذا خاصة لشعب المغرب. الشعب المغربي. So what he's shown us is that they have لقد كان مشهدا مدهشا. المجتمع بأسره كان لديه ارتباط جميل بالقرآن الكريم. This is called خط مغربي, the Moroccan script. The entire community had such a beautiful connection to the Quran. بعد صلاة الفجر مباشرة نقرأ حزب. مثلا نبتدئ بالحزب اللي هو سورة البقرة، وفي المساء نقرأ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وهكذا نكمله في 36 يوما. هنا يتم حفظ القرآن على ألواح خشبية. يمسح بالماء، ثم يوضع عليه ما يسمى بلغتنا صنصال، ونوع من التراب. نوع من التراب نضعه حتى تكون بيضاء هكذا لكي تكون قابلة للكتابة، ويكتب بقلم يصنع من القصب. أنا أقوم ببرنامج أنهم يذهبون بها إلى منازلهم لكي يراجعوها في البيوت، لكي يصاحبوا القرآن حتى في بيته. أطفال الجبال كانوا يمارسون تقاليد لا تكرم القرآن فقط، بل أيضا تكرم معلمهم. منذ القدم تلك هي عادة يفعلها الطلاب يوم الأربعاء، أنهم يأتون بدرهمين أو ببيضتين كل باستطاعته. هي ليست أجرة، وإنما هي عادة نحن نريد أن نحافظ عليها لأنها هي رمز. إنها هدية متواضعة من القرية تغرس في قلوب الطلاب احتراما لمن يعلمهم كتاب الله. يا له من مشهد مهيب. عاليا في هذه القمم كان كتاب الله يتلى ويرفع إلى السماء. هل يستمتعون بالمجيء إلى المدرسة القرآنية كل صباح؟ لا؟ دائما يحبون أنا أقوم بأعمال مثلا كتشجيع، كجوائز، في بعض المرات في تحفيز، لكي أحبب لهم المسجد. هذا هو الأساس، أن أزرع فيهم محبة القرآن، محبة الحديث، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الدين الإسلامي، لكي يقرؤون القرآن عن حب، ليس رغما عنهم بل عن حب وعن قناعة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم تتلوى كفر ذات اليمين وقائل منهم كان يكتب قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم. لكن قبل أن أودع الإمام وأطفال القرية كان علي أن أتعلم درسا آخر. في الجزء من العالم الذي أعيش فيه يعاني الكثير من الناس من التوتر والقلق والاكتئاب، لكن عندما آتي إلى قرى كهذه أرى الناس يتمتعون بالرضا والسعادة والقناعة. ما هو السر؟ هناك أسرار كثيرة لا نحصر في سر واحد، ولكن السر الواحد الأول هو الإسلام. الإنسان إذا دخل إلى الإسلام واقتنع بالإسلام ويطبق تعاليم الإسلام لا يمكن أن يحصل له هذا الاكتئاب وهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، علمنا أن نكون الإنسان
قنوعا بما رزقه الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في تفاوت طبقات الغني والفقير، وإذا علمت ذلك فإنك تطمئن داخليا. ولو تملكون قليل وتعيشون في يعني منازل بسيطة نحن لا نعيش للدنيا وإنما نحن نعيش للآخرة. السعادة، كل السعادة في أن تضع جبهتك في الأرض لله سبحانه وتعالى، ليست بالمال وليست بالقصور ولا بالسيارات الفارهة وإنما السعادة في الإسلام، في المحافظة على الصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها. الصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها. These were the incredible Muslims. هؤلاء كانوا المسلمون المذهلون في الجبال، أناس من أروع من قابلتهم، يعيشون بين جبال عملاقة. وهناك أدركت ليس فقط مدى صغري، بل أيضا كم أحتاج أن أتعلم. اللهم بارك في مسلمي جبال الأطلس واحفظهم في الدنيا والآخرة. اصدقائي، كان هذا هو الفيديو ديالنا. الى عجبكم الفيديو كما قلت لكم في الاول ما تنسوش تدعمونا بجيم واشتراك، واعطونا الراي ديالكم في التعليقات على الدبلجه ديال هذا الفيديو هذا، واش نكملوا نقدر ندير لكم فيديوهات اخرين بحال هذا الشكل هذا، رغم انه فيهم خدمه كبيره. فما يهون والو على المتابعين اللي كيدعمونا وكيشجعونا في القناه ديالنا. كما شفتوا معنا فيديو رائع زوين من جميع الجوانب، من ناحيه القصه ديالو، من ناحيه التصوير ديال المناظر الخلابه ديال البلاد، من ناحيه اظهار الاسلام في المغرب العميق. اصدقائي، بلا ما نطول عليكم وكالعاده دعم، جيم، لايك، اشتراك وشاركوا الفيديو، والى اللقاء الى حلقه قادمه ان شاء الله.